في مدينة نيس الفرنسية صباح يوم الاثنين 19 يوليو سنة 1976 بعد أجازة نهاية أسبوع طويلة. 2 من الموظفين في بنك سوسيتي جنرال الفخم نزلوا الصبح بدري على السلالم المؤدية لقبو البنك تحت الأرض، المكان اللي بيعتبر زي الحصن، ووصلوا للباب الضخم الفولاذي اللي بيقفل على الخزنة الرئيسية وصناديق الأمانات، وكل واحد منهم كان معاه مفتاح، والمفتاحين دول كان لازم يدخلوا في قفلين بعاد عن بعض ويتلفوا في نفس اللحظة بالظبط، والتصميم كان معمول كده علشان يخلي من المستحيل على شخص واحد يفتح الباب ده لوحده. المهم ان الموظفين عملوا المطلوب ودخلوا المفاتيح في الاقفال ولفوها في نفس الوقت، بس حصلت حاجة غريبة جدا، وهي ان الباب ما اتحركش من مكانه سنتي واحد. فبدأوا يحاولوا تاني وتالت لكن مفيش فايدة، الباب الفولاذي التقيل كان عالق تماما. وقتها القلق بدأ يتسرب ليهم واتصلوا فورا بمدير البنك اللي وصل على ملا وشه وهو مش فاهم ايه اللي بيحصل، والمدير بدوره كلم الشركة المصنعة للقبو ووصل متخصصين وفنيين من الشركة، وبعد فحص مبدئي حاولوا يطمنوا المدير وقالوا له ما تقلقش، دي غالبا مشكلة فنية بسيطة، يعني عطل ميكانيكي في الإقفال أو حاجة زي كده. لكن المشكلة الفنية دي أخدت وقت طويل جدا، والساعات قعدت تعدي، والفنيين بيكافحوا ويصارعوا علشان يفتحوا الباب بالعافية وبيستخدموا أدواتهم وبيحاولوا بكل الطرق، لكن الباب ده كان متصمم أصلا علشان يقاوم أي محاولة فتح بالقوة ويكون منيع ضد أي هجوم. وبعد ساعات طويلة من المحاولات المستميتة قدروا أخيرا إنهم يعملوا فتحة صغيرة يا دوب تسمح ليهم يبصوا جوه. ولما فعلا واحد منهم بص من خلال الفتحة دي بقى في حالة صدمة وذهول، وما كانش مصدق اللي عينيه شايفاه، وده لأن المنظر جوه ما كانش منظر عطل فني أبدا. يا ترى بقى صديقي اللي الموظف شافه بعينه خلاه في حالة صدمة وذهول، وإيه هو السر اللي مستخبي ورا الباب الفولاذي التقيل ده، ومين اللي ممكن يكون ليه يد في حاجة زي كده؟ كل ده صديقي هنعرفه مع بعض في حلقة النهاردة. وصدقني يا صديقي نهاية القصة هتلاقي في حاجات هتقلب كل حاجة، فتأكد انك تكمل القصة دي للآخر علشان تفهم كل حاجة بالتفصيل. وما تنساش برضه يا صديقي تعمل لايك وسبسكرايب لانهم بيشجعوني جدا. ويلا نخش في قصتنا علشان نفهم اللغز ده وايه اللي حصل بالظبط في البنك في الويك اند الغامض ده. لازم في الاول نعرف شخص اسمه ألبرت سباجياري. ألبرت ده كان مصور فوتوغرافي عنده استوديو في طريق مارسيليا، وكان راجل شكله محترم ومتجوز من ممرضة اسمها أودي، وعايشين في فيلا صغيرة مجددينها في التلال فوق نيس اسمها الأوز البري، وبيربوا فراخ. وكان بيشتغل أحيانا مع عمدة المدينة يصور حفلات الزفاف الرسمية، وحياته كانت تبدو طبيعية ومستقرة لأي حد يشوفها من بعيد. لكن اللي ما كانش يعرفه كتير من الناس إن ورا وجه سباجيار الهادي ده كان في تاريخ مختلف تماما مرتبط بالتمرد والجريمة. يعني سباجيار اتولد سنة 1932 في قرية صغيرة في فرنسا، وهو لسه شاب عنده 17 سنة. ساب كل حاجة وراح انضم لفوج المظليين الفرنسي بحثا عن المغامرة، لكنه لقى نفسه مرمي في آتون حرب الهند الصينية الأولى الوحشية، وخدم هناك وشاف القتال بعينه. وفي رواية بتقول انه اتورط في حادثة لها علاقة باطلاق نار على بنت صغيرة. وسبرجاي ميله للمشاكل ظهر بدري جدا وهو لسه مجند عنده 19 سنة لما اشترك مع كام واحد في تثبيت راجل بمسدس بحجة انه سرقهم. والمحكمة العسكرية وقتها شافت ان اللي عمله سبرجاي هو ورفاقه عملية سطو مسلح، واتحكم عليه ب4 سنين سجن. ولما خرج من السجن مهديش برضه. وفي فترة الستينات اللي كانت فترة اضطرابات سياسية كبيرة في فرنسا بسبب حرب الجزائر، سباجياري انخرط بكل حماس في منظمة الجيش السري، ودي كانت منظمة يمينية متطرفة وعنيفة جدا بتستخدم السلاح علشان تمنع استقلال الجزائر بأي تمن. ونشاط سباجياري في المنظمة دي ما كانش مجرد تأييد بالكلام وخلاص، لا ده كان متورط بشكل عملي، وده جاب له حكم تاني بالسجن لمدة 3 سنين ونص. وسباجياري آراءه القومية المتطرفة وكرهه الشديد للشيوعية كانوا جزء أساسي من شخصيته. وبعد ما
قضى فترة السجن التانية بدأ حياة جديدة ظهر فيها وكأنه قرر يبعد عن السياسة، ونقل لنيس سنة 1968 وفتح استوديو صغير وحاول يعيش حياة طبيعية. لكن يبدو ان الروتين الهادي ده ما كملش كتير، وسبرجاي جات له فكرة مجنونة جدا، وهي انه يحفر نفق من المجاري لخزنة بنك محصنة. وعلى حسب احد الروايات فسبرجاي جات له الفكرة دي من رواية بوليسية نزلت سنة 1972 بتحكي عن عصابة بتسرق بنك عن طريق شبكة المجاري اللي تحت الارض. وسواء الفكرة جت من الرواية دي او من ملاحظته ودراسته للمدينة اللي عايش فيها، سبرجاي ادرك نقطة ضعف خطيرة جدا في امن بنك سوستي جنرال اللي كان يعتبر من اكتر البنوك تحصينا. ونقطة الضعف دي كانت ان شبكة المجاري القديمة والواسعة بتاعت مدينة نيس بتمر بالقرب من الجدران الخارجية لقبو البنك. ودي كانت بذرة الفكرة الجهنمية اللي اتزرعت في دماغه، بس مجرد فكرة مش كفاية لعملية بالتعقيد والخطورة دي. وسبرجاي كان راجل منظم وما سابش مجال للصدفة لما قرر ينفذ العملية دي، وبدأ مرحلة التخطيط والاستطلاع الدقيق اللي استمرت شهور. وأول خطوة كانت إنه لازم يتأكد من مسار المجاري بالظبط وعلاقتها بالبنك، وراح مجلس مدينة نيس وطلب خرائط تفصيلية لشبكة المجاري اللي تحت المدينة. وده كان طلب ممكن يبان عادي ومش مريب، لأن المقاولين والمهندسين بيطلبوا الخرائط دي دايما لأعمال الصيانة والبناء. وبالفعل سباجياري قدر يحصل على الخرائط دي، وبعدها بدأ الجزء الأصعب وهو إنه يستكشف بنفسه. وبدأ سباجياري المصور الأنيق ينزل بنفسه لشبكة المجاري المظلمة اللي تحت شوارع نيس، وقضى أسابيع بيمشي ويزحف في الممرات الضيقة المليئة بالقاذورات والحشرات والصراصير، واستخدم الكشاف والخرائط اللي معاه، وكان بيرسم الطريق المحتمل من أقرب نقطة في المجاري لحد تحت البنك بالظبط، وبيدرس طبيعة الأرض وبيشوف أي عقبات ممكن تقابله علشان يتأكد إن الفكرة قابلة للتنفيذ. وتخطيطه ما كانش مجرد استكشاف للمجاري، لا ده كان لازم يختبر دفاعات القبو من جوه. وبالفعل يا صديقي سباجياري عمل خطة ذكية جدا، وهي إنه راح البنك كأي عميل عادي وأجر صندوق أمانات صغير جوه القبو المستهدف، وبدل ما يحط فيه مجوهرات أو ورق مهم حط جواه منبه بسيط بس من النوع اللي صوته عالي ومزعج جدا. وظبط المنبه ده إنه يرن في وقت متأخر من الليل حوالي نص الليل لما البنك بيكون فاضي تماما. وكان عاوز يعرف من الحركة دي هل القبو ده متأمن بأي أجهزة استشعار للصوت أو للاهتزازات ممكن تكشف اي محاولة حفر او اختراق من تحت الارض. فلو في اي اجهزة زي دي المنبه لما يرن اجهزة الانذار في البنك هتبدأ تضرب. وسباجياري استنى النتيجة بقلق لحد ما جه ميعاد رن المنبه في نص الليل. وبالفعل يا صديقي المنبه يرن بصوته العالي في نص الليل جوه الصندوق المقفول في قلب القبو المحصن وما تحصلش اي حاجة. وهنا سباجياري اتأكد من معلومة خطيرة جدا، وهي ان البنك بثقته المفرطة في سمك جدران القبو الخرسانية وبقفاله المعقدة وبابه الفولاذي الضخم، اعتبر ان تركيب اي اجهزة انذار حساسة للصوت او الاهتزازات جوه القبو ده هيكون زيادة عن اللزوم. وسباجياري في اللحظة دي الطريق بقى مفتوح قدامه لأي محاولة تسلل من تحت الارض، بعد ما ادرك ان القبو بكل تحصيناته الظاهرية دي يبقى في الحقيقة قبو أصم وأعمى. وخطة سباجياري بقت واضحة بعد ما حدد نقطة ضعف البنك، بس سباجياري كان عارف كويس إنه مستحيل يقدر ينفذ عملية ضخمة زي دي لوحده، وإنه حفر نفق طوله 8 متر في الظروف دي تحت الأرض واقتحام خرسانة مسلحة بسمك مترين تقريبا وفتح مئات الصناديق وفتح الخزنة الرئيسية، كل الحاجات دي محتاجة فريق عمل كبير ومتخصص من المجرمين واللصوص. ومن هنا يا صديقي بدأ سباجياري في جمع طاقم من المجرمين المحترفين، واستغل شبكة علاقاته القديمة والمعقدة من أيام منظمة الجيش السري وعلاقاته القديمة بالمجرمين، وقدر يوصل لعالم الجريمة التقيل في مدينة مارسيليا، واللي كانت معروفة وقتها بأنها مركز مهم
للعصابات المنظمة وشبكات التهريب في فرنسا، زي شبكة تهريب الهيروين المشهورة فرنش كونكيشن. وسباجياري اتواصل بالتحديد مع 2 من المجرمين المعروفين في مارسيليا وقتها، واللي هم آلان بورنات وفرانسيس بليرجين، وكلفهم بمهمة واضحة، وهي انهم يجمعوا له فريق عمل متكامل من الرجالة اللي عندهم خبرة في اعمال الحفر والاقتحام والتعامل مع الخزانات، ومستعدين يشتغلوا في ظروف صعبة وبقهم مقفول وما بيتكلموش. وفي شخصية تالتة غامضة شوية معروفة باسم بوجي، لعبت دور حلقة الوصل الأساسية بين سباجياري وبين العصابات الكبيرة في مارسيليا. المهم ان بورنات وبليرجين وبوجي بدأوا عملية التجنيد السرية، واختاروا بعناية أفراد الطاقم من بين معارفهم في عالم الجريمة، وكانوا مجرمين لهم سوابق وبيمتلكوا مهارات متنوعة. وفي النهاية قدروا يجمعوا فريق عمل متكامل بيتكون من حوالي 20 راجل على الأقل، وبعض التقديرات قالت انهم اكتر، وكلهم كانوا مجرمين محترفين ومستعدين للمهمة دي. والفريق ده هيتعرف بعد كده باسم عصابة المجاري. ومع اكتمال الفريق وتحديد نقطة البداية في المجاري، كان لازم سباجياري يرتب اموره علشان يختفي عن الانظار لفترة طويلة من غير ما حد يشك فيه. فساب ادارة استوديو التصوير بتاعه لمدير بيثق فيه، وقال لكل اللي يعرفه انه قرر ياخد اجازة طويلة وهيقضي وقت في الفيلا بتاعته اللي في الريف علشان يركز في مشروعه الجديد لتربية الفراخ. وبكده كل حاجة كانت جاهزة، الخطة عبقرية ومدروسة بعناية، والاستطلاع دقيق، والفريق محترف وجاهز. وما كانش فاضل غير الخطوة الأصعب والأخطر، وهي النزول للمجاري وبدء ملحمة الحفر الطويلة والشقة اتجاه كنز بنك سوستي جنرال. ولمدة شهرين كاملين من مايو لحد منتصف يوليو سنة 1976 اشتغلت عصابة المجاري على حفر نفق مستقيم طوله 8 متر، بيبتدي من نقطة محددة في خط المجاري الرئيسي اللي اكتشفه سباجيار، وبينتهي بالظبط تحت أرضية قبو بنك سوستي جنرال. والظروف اللي العصابة كانت بتشتغل فيها فوق الوصف، يعني كانوا بيشتغلوا كل يوم لساعات طويلة وهم محاطين بالقمامة ومياه المجاري، وكانوا بيتنقلوا في الممرات المائية الضيقة جوه شبكة المجاري باستخدام عوامات مطاطية صغيرة جابوها معاهم علشان يقدروا يشتغلوا. وكانوا بيستخدموا كميات كبيرة جدا من سائل الاستحمام اللي بيعمل رغوة علشان يعملوا رغوة ويغطوا على الريحة ولو بشكل مؤقت. والنفق نفسه اللي كانوا بيحفروه كان ضيق جدا، يعني كان بعرض حوالي 80 سنتي وارتفاع 1.3 متر، يعني يدوب الواحد يقدر يزحف جواه بالعافية وهو موطي، ومفيش أي مساحة للحرية والحركة. والسرية كانت أهم عنصر في العملية دي كلها، لأن أي صوت عالي أو حركة مريبة كانت ممكن تكشفهم وتضيع كل حاجة. علشان كده عملية الحفر كانت بتتم بالكامل يدويا، وما كانوش بيستخدموا أي أدوات حفر كهربائية زي الشنيور أو الهيلتي، لأن صوتهم هيكون عالي جدا وهيرن في أنفاق المجاري الفاضية، وممكن أي حد ماشي في الشارع فوق يسمعهم. والأدوات اليدوية اللي اعتمدوا عليها كانت بسيطة وقديمة زي فؤوس ومعاول وأزميل ومجارف. طبعا ده خلى عملية الحفر بطيئة جدا ومرهقة لأقصى درجة، لكنه كان الثمن اللازم علشان يضمنوا التخفي التام. والمعدات التانية اللي كانوا محتاجينها هي خزانات الأسيتيلين والأكسجين اللي هيستخدموها بعدين في اللحام جوه القبو، والحبال والأدوات التقيلة شوية، وكانوا بينزلوها بحرص شديد بالليل من خلال فتحة بلاعة موجودة في شارع قريب من البنك، وبعدين بينقلوها جوه المجاري لحد مكان الشغل. ومدوا كمان مئات الأمتار من الكابلات الكهربائية جوه النفق والمجاري علشان يشغلوا لمبات إضاءة ضعيفة تساعدهم يشوفوا في الضلمة الكاحلة دي. وفي نهاية كل يوم شغل أو كل شيفت كان لازم يخفوا مدخل النفق اللي حفروا منه
بحرص شديد ويرجعوا كل حاجة لشكلها الطبيعي في المجرى الرئيسي للمجاري، علشان لو حصل أي تفتيش مفاجئ أو أعمال صيانة محدش يلاحظ حاجة غريبة. والحياة تحت الأرض بقى ليها روتينها الخاص والغريب. يعني الفريق كان متقسم لشفتات أو ورديات عمل، كل مجموعة بتشتغل عدد معين من الساعات وبعدها تريح والتانية تكمل. وعلشان يقدروا ياكلوا ويستريحوا عملوا لنفسهم شبه استراحة في حتة واسعة شوية في المجاري القريبة من النفق، وجابوا معاهم ترابيزات خفيفة قابلة للطي علشان ياكلوا عليها، ومراتب هوا علشان يناموا عليها بين الشفتات. وسباجياري اللي كان يعتبر قائد العملية والمنظم بتاعها فرض على الفريق قواعد صارمة جدا، وهي انه ممنوع تماما شرب القهوة او الكحوليات اثناء فترة الشغل علشان الكل يفضل مركز ومصحصح، وفي وقت النوم يقدروا يناموا كويس. وكان بيصر على ان كل واحد من الفريق ياخد قسط كافي من النوم مش اقل من 10 ساعات في اليوم متوزعين بين الشفتات، طبعا علشان يتجنبوا الارهاق الشديد والاخطاء اللي ممكن تحصل بسببه. وخلال الشهرين دول حصل موقف كان ممكن يكشف العملية كلها، وهي ان في اوائل يوليو سنة 1976 قبل حوالي اسبوع واحد بس من التاريخ اللي كانوا مخططين يقتحموا فيه البنك، تم إعلان إن الرئيس الفرنسي فاليري جيسكار ديستان هيقوم بزيارة رسمية لمدينة نيس، وده معناه إجراءات أمنية مشددة جدا في المدينة كلها وانتشار مكثف للشرطة وقوات الأمن في الشوارع الرئيسية. وسباجياري خاف جدا من الإجراءات الأمنية دي لأنه ممكن يتم تفتيش شبكة المجاري اللي ماشية تحت الطرق اللي هيمر منها الموكب الرئاسي، ولو ده حصل فعلا النفق بتاعهم هيتكشف فورا. علشان كده سباجياري خد قرار بانه يوقف عملية الحفر مؤقتا لحد ما زيارة الرئيس تنتهي والوضع الامني يرجع لطبيعته. وكانت فترة توتر وقلق للعصابة كلها وهم مستنيين تحت الأرض وخايفين يتكشفوا في أي لحظة. وبعد ما عدت زيارة الرئيس على خير رجع الفريق للشغل تاني واستمر الحفر الشاق لحد ما أخيرا بعد شهرين كاملين من المعاناة تحت الأرض في منتصف شهر يوليو سنة 1976 وصلت عصابة المجاري لنهاية رحلتهم الشاقة وبقوا موجودين تماما تحت أرضية القبو السميكة، وكانوا جاهزين للمرحلة الأخيرة واللي تعتبر أخطر مرحلة في خطتهم. والتوقيت كان متخطط ليه بدقة، يعني اختاروا عطلة نهاية أسبوع عيد البستيل اللي بدأت يوم الجمعة 16 يوليو سنة 1976، ودي أطول عطلة رسمية في الصيف في فرنسا. ومعظم الناس بتكون مسافرة أو مشغولة بالاحتفالات، والموظفين في البنوك والشركات بيكون عددهم قليل جدا، والشرطة بتكون مركزة أكتر على تأمين الاحتفالات العامة. ومدينة نيس نفسها كانت أهدى من المعتاد في الويك إند ده وفي ليلة الجمعة 16 يوليو، وتحت غطاء هدوء العيد بدأت المرحلة الأخيرة. والعصابة اللي كانت مستنية تحت الأرض بدأت في عملية اختراق أرضية القبو الخرسانية السميكة اللي سمكها حوالي 1.8 متر. والعملية دي لوحدها أخدت وقت ومجهود كبير، واستخدموا فيها أدوات حفر يدوية قوية وأزاميل فولاذية علشان يكسروا الخرسانة بالتدريج. وبعد ما قدروا أخيرا يعملوا فتحة كافية في الأرضية واجهتهم مشكلة تانية جوه القبو، وهي إن الخزانات الحديدية التقيلة وصناديق الأمانات كانت مرصوصة بشكل ممكن يعيق حركتهم أو يقفل على فتحة النفق اللي عملوها. فوقتها استخدموا روافع هيدروليكية كانوا جايبينها معاهم علشان يقدروا يرفعوا ويزقوا الخزانات التقيلة دي من مكانها ويفضوا مساحة كافية للحركة جوه القبو ويأمنوا مدخل ومخرج النفق. وفي النهاية قدروا يدخلوا بعد شهور من التخطيط والحفر والمعاناة، وعصابة المجاري بقت جوه قلب قبو بنك سوستي جنرال. ومن ليلة الجمعة 16 يوليو
وطوال يوم السبت والحد، وحتى الساعات الأولى من صباح يوم الثلاث، لأن الاتنين كان أجازة رسمية هو كمان بسبب العيد. المهم إن طول الفترة دي القبو بالكامل كان تحت سيطرة العصابة، يعني حوالي 4 أيام كاملين من الحرية المطلقة جوه مملكة المال دي. والشغل جوه ما كانش عشوائي أبدا، لا ده العصابة اشتغلت بمنهجية وبنظام دقيق، وقضوا ساعات طويلة جدا بيفتحوا صناديق الأمانات اللي وصل عددها للمئات، واستخدموا في فتحها لمبات لحام الأوكسي أسيتيلين القوية، وكانوا جايبين معاهم أنابيب غاز أسيتيلين وأكسجين كتير علشان تشغلها، وبلهب اللحام الأزرق كانوا بيسيحوا الإقفال الفولاذية وبيفتحوا الصناديق وبيكشفوا عن الكنوز والمقتنيات الثمينة اللي كانت متخبية جوه، واللي كانت عبارة عن فلوس نقدية بكميات كبيرة، وسبائك ذهب صغيرة، ومجوهرات نادرة وقيمة، وأحجار كريمة، وأوراق مالية، ومستندات ووثائق مهمة. وبعد ما خلصوا صناديق الأمانات اتوجهوا للهدف الأكبر، واللي هو خزنة البنك الرئيسية، واللي وزنها 5 طن، واللي اقتحامها كان أصعب، لكنهم نجحوا في الآخر إنهم يفتحوها هي كمان وينهبوا محتوياتها. والقبو اللي كان رمز للأمان التام اتحول في خلال 72 ساعة لمسرح نهب منظم وواسع النطاق، وحجم المسروقات اللي العصابة جمعتها كانت ضخمة ومخيفة. يعني التقدير الأولي كان حوالي 46 مليون فرنك فرنسي، والرقم ده كان يساوي بسعر الصرف وقتها 9.5 مليون دولار أمريكي، وده مبلغ ضخم جدا بمقياس السبعينات. ولو حسبنا التضخم اللي حصل على مدار 50 سنة الأخيرة هنلاقي إن الرقم ده بيعادل حاليا من 50 ل 60 مليون دولار أمريكي، وبعض التقديرات التانية بتوصل لأرقام فلكية زي 100 مليون دولار أو أكتر. وفي وسط عملية النهب المنظمة اللي استمرت لأيام، عصابة المجاري عملوا لنفسهم نزهة أو حفلة أكل وشرب صغيرة على أرضية القبو الفخم، وجابوا معاهم أكل وفاكهة، وفتحوا أزايز نبيت فاخر، وقعدوا ياكلوا ويشربوا ويحتفلوا بنجاحهم في الوصول للكنز ده. ومع بزوغ فجر يوم الثلاث 20 يوليو، بعد ما اتأكدوا انهم فضوا كل حاجة يقدروا يوصلوا لها، جه وقت الانسحاب والاختفاء. وقبل ما يرجعوا تاني للنفق المظلم، العصابة عملت حركتين في منتهى الغرابة والحيرة. الحركة الأولى كانت لحام باب القبو الفولاذي الضخم من الداخل باستخدام نفس لمبات اللحام اللي فتحوا بيها الصناديق. والحركة التانية كانت انهم سابوا رسالة قصيرة، وهي بلا أسلحة وبلا عنف وبلا كراهية، وكانت مكتوبة بخط الإيد على ورقة لازقينها على حيطة القبو. وبعدها رجعت العصابة لفتحة النفق في الأرضية، ونزلوا واحد ورا التاني وهم شايلين معاهم الكنز الضخم اللي سرقوه، واختفوا مرة تانية في ضلمة ومتاهة مجاري نيس. والغنيمة الضخمة دي اتنقلت في نفس اليوم لمكان آمن، واللي كان غالبا فيلا في ريف نيس، وهناك تم تقسيمها بين أفراد العصابة اللي كانوا يتخطوا 20 فرد، واللي شاركوا في العملية بدرجات متفاوتة. وفي صباح يوم الاثنين 19 يوليو، رغم ان البنك كان لسه مقفول علشان العيد، إلا ان الخبر بدأ يتسرب في نيس ان في حاجة غريبة بتحصل في بنك سوستي جنرال. ولما الموظفين معرفوش يفتحوا القبو، بدأت الشكوك تتحول ليقين بحدوث كارثة، وبدأ البوليس يوصل، وانتشر الخبر زي النار في الهشيم. وفي خلال ساعات قليلة اتجمعت حشود ضخمة من العملاء المذعورين قدام مبنى البنك المقفول، ومئات الناس بقوا واقفين في الشارع في حالة هلع وقلق شديد، وكل واحد بقى عاوز يعرف مصير فلوسه ومدخراته ومجوهراته أو الوثائق اللي كان حاططها في صناديق الأمانات. والصراخ والبكاء والعصبية سادت الموقف، لدرجة ان في ست كبيرة في السن لما سمعت ان صندوقها اتفتح وكل مجوهرات العيلة اللي ورثتها
اتسرقت، اغمى عليها من الصدمة وبدأوا يفوقوها، والمفوض بيسون وفريقه من المحققين كانوا في حيرة شديدة في الأول بسبب ان باب الخزنة ملحوم من جوه، ودي كانت حاجة مش مفهومة وقتها. لكن طبعا اكتشاف النفق اللي تحت الأرض غير كل حاجة، والمحققين بدأوا يتتبعوا الأثر الوحيد اللي سابته العصابة وهو النفق، ونزلوا في الفتحة اللي في أرضية القبو ومشيوا بحذر في النفق لحد ما لقوا نفسهم طالعين في قلب شبكة مجاري نيس الواسعة والمعقدة، وبدأوا يمشوا بحذر في الممرات دي ويتتبعوا أي آثار ممكن تكون العصابة سابتها وراها، زي بقايا أدوات أو بصمات رجلين في الطين أو أي حاجة، وقدروا يحددوا المسار اللي العصابة استخدمته للخروج من المجاري لنقطة تانية في المدينة. والتحقيق كشف ان العملية تم التخطيط ليها وتنفيذها ببراعة شديدة وبدقة متناهية، وان اللي عملوها مش مجرد هواة، لا دول محترفين جدا. ومع اكتشاف استخدامهم للمجاري، الإعلام والناس أطلقوا عليهم اسمهم الشهير واللي هو عصابة المجاري. وفي الوقت اللي البوليس كان بيحاول يجمع فيه خيوط القضية، مدينة نيس وفرنسا كلها كانت عايشة في حالة ذهول وصدمة، والصحف والتلفزيون ما بطلوش كلام عن سرقة القرن، وكان في غضب وخوف كبير بين العملاء اللي اتسرقت مدخراتهم ومقتنياتهم. لكن الغريب انه كان في كمان شعور منتشر بالإعجاب على مضض بذكاء ودهاء العصابة دي، خاصة لأنهم نفذوا أكبر سرقة في التاريخ من غير ما يستخدموا سلاح ولا يأذوا أي شخص، لدرجة أن عمدة نيس نفسه وقتها جاك ميديسان لما الصحفيين سألوه عن رأيه قال جملته الشهيرة اللي اتنقلت في كل حتة: شابو، أو نرفع القبعة يعني. طبعا هو ما كانش بيبارك للسرقة، لكنه كان بيعبر عن انبهاره الشديد بالتخطيط والتنفيذ المتقن ده، واللي مفهوش غلطة، واللي محدش كان يتخيل انه ممكن يحصل. والشرطة الفرنسية وقتها كانت تحت ضغط رهيب، وكان لازم يلاقوا العصابة دي ويرجعوا الفلوس بأي تمن. لكن الموضوع طول قوي، والتحقيق في سرقة القرن وصل لطريق مسدود تقريبا، والمحققين قلبوا مدينة نيس ومارسيليا واستجوبوا مئات المشتبه فيهم وأصحاب السوابق، وحللوا أي أدلة بسيطة لقوها في مسرح الجريمة، لكن مفيش أي خيط قوي يوصلهم للعصابة أو للعقل المدبر. والضغط السياسي والإعلامي على الشرطة كان بيزيد يوم بعد يوم لحد ما جت نهاية شهر أكتوبر سنة 1976، يعني بعد حوالي 3 شهور من السرقة دي. في الوقت ده صديقي حصل الاختراق اللي كانوا مستنيينه، وجت معلومة سرية للبوليس من واحدة ست غالبا كانت الصديقة أو العشيقة السابقة لواحد من أفراد العصابة الصغيرين، وكانت زعلانة أو عايزة تنتقم منه لسبب ما، فقررت تبلغ عنه وعن اللي تعرفه بخصوص تورطه في سرقة البنك الكبيرة دي. والمعلومة دي كانت الخيط الذهبي، والبوليس اتحرك بسرعة وقبض على عضو العصابة ده. وفي البداية أنكر طبعا، لكن تحت ضغط الاستجواب الطويل والمكثف انهار واعترف بكل حاجة، وقال عن دوره في العملية وكشف تفاصيل عن العصابة نفسها. والأهم من كل ده قال اسم الشخص اللي كان بيعتبره الكل العقل المدبر والمحرض الرئيسي اللي جندهم ونظم كل حاجة، واللي هو ألبرت سباجياري، المصور اللي لا يمكن حد يشك فيه. وبمجرد ما اسم سباجياري اتقال، التحقيق خد مسار جديد تماما، والبوليس بدأ يركز كل جهوده على سباجياري وعلى علاقاته وتحركاته. وفي نفس الوقت اعتراف الراجل الأول ده فتح الباب لسقوط باقي أفراد العصابة زي الضمنة، والبوليس قدر يقبض على عدد من المتورطين الرئيسيين التانيين اللي جابهم سباجياري من مارسيليا، زي آلان بورنات وفرانسيس بليرجين والراجل الغامض اللي اسمه بوجي وغيرهم. وبعضهم اتقبض عليه وهو بيحاول يصرف الفلوس أو يبيع سبايك دهب صغيرة من المسروقات، وده طبعا كان دليل إضافي ضدهم. واعترافات الناس دي أكدت بشكل قاطع الدور المحوري اللي لعبه ألبرت سباجياري، وكلهم أجمعوا إن سباجياري هو العقل المدبر للعملية. وفي وقت ما بدأت الاعتقالات
تحصل بكثافة. سباجياري كان مسافر برا فرنسا، وتحديدا كان في رحلة لليابان، لكن الشرطة الفرنسية كانت مستنياه. وأول ما طيارته رجعت مطار نيس لقى المحققين في انتظاره، وتم القبض على ألبرت سباجياري بتهمة التخطيط والتنفيذ لأكبر سرقة بنك في تاريخ فرنسا. وفي البداية سباجياري أنكر كل جملة، وقال إنه مجرد مصور فوتوغرافي وما يعرفش أي حاجة عن السرقة دي، وإن المتهمين التانيين دول أكيد بيتبلوا عليه علشان يورطوه. لكن موقفه كان ضعيف جدا، والبوليس كان عنده أدلة قوية ضده، والأهم من كده كان عنده اعترافات مفصلة من كذا واحد من أفراد عصابته. وقدام الأدلة دي كلها سباجياري معرفش يكمل في الإنكار، وفي الآخر اعترف بكل حاجة. وجوه السجن ألبرت سباجياري ما بقاش مجرد سجين عادي، لا ده بمجرد ما اتقبض عليه واعترف اتشهر بشكل كبير جدا، وبقى حديث الساعة في كل الصحف والقنوات، والناس كانت مهتمة تعرف كل تفصيلة عن حياته وعن السرقة اللي خطط لها. وتم إيداعه في سجن بوميت الشهير في مارسيليا، واللي كان سجن شديد الحراسة. لكن حياة السجن والقيود ما كانتش مناسبة خالص لسباجياري، وفكرة انه يقضي بقية حياته ورا القضبان لانه كان متوقع ياخد حكم مؤبد. المهم ان الفكرة دي كانت مرعبة بالنسبة لسباجياري، علشان كده بدأ في التخطيط من جديد، لكن المرة دي مش للسرقة، لا ده بدأ يخطط للهروب من السجن، هروب هيقلب الدنيا زي السرقة اللي عملها. وبمنتهى السرية والدقة بدأ سباجياري يفكر في خطة الهروب، وفضل أسابيع بيجهز للخطة، وبيتواصل بشكل سري مع شركاء ليه بره السجن. وفي رواية قالت إنه حتى اتمرن على النطة اللي كان ناوي ينفذها في أثناء هروبه علشان يتأكد إنه هيقدر يعملها جسديا. وفي يوم الخميس 10 مارس سنة 1977، بعد حوالي 5 شهور بس من القبض على سباجياري، كان ده اليوم اللي سباجياري حدده لتنفيذ خطة هروبه. وفي الوقت ده كان عنده جلسة تحقيق روتينية مع قاضي التحقيق المسؤول عن قضيته، واللي هو القاضي ريتشارد بو عزيز، في قصر العدل الرئيسي في مدينة نيس. وسباجياري كان هو اللي طالب عقد الجلسة دي بنفسه، بحجة انه عنده معلومات واعترافات جديدة عايز يقولها للقاضي على انفراد بخصوص القضية والمتورطين فيها. وطبعا دي كانت مجرد حجة علشان يتم نقله من سجن مارسيليا لقصر العدل في نيس، ويتواجد في المكان المناسب لتنفيذ الخطة. وفي أثناء ما كان بيتنقل من السجن لقصر العدل تحت حراسة مشددة، لمح من بعيد واحد من شركائه اللي كان متفق معاهم واقف على موتوسيكل في مكان قريب، وشريكه ده عمل له الإشارة المتفق عليها علشان يأكد ان كل حاجة جاهزة بره. والإشارة كانت انه رفع ايده اول 5 صوابع، ودي كانت الشفرة اللي معناها ان ميعاد التنفيذ لسه زي ما هو الساعة 5 المغرب بالظبط. ولما سباجياري وصل لقصر العدل ودخل علشان يستنى دوره لمقابلة القاضي، محاميه الخاص جاك بيرات لاحظ ان سباجياري شكله متغير وبين عليه التعب والإرهاق وشاحب جدا، فسأله مالك؟ فسباجياري رد عليه بالحجة اللي كان مجهزها، وهي انه عنده وجع فظيع في اسنانه. ودخل سباجياري مكتب القاضي بو عزيز وكرر نفس حجة وجع السنان للقاضي علشان يبرر شكله الشاحب وقلقه الواضح. وبدأ القاضي يسأله وهو يجاوب على الأسئلة بشكل روتيني ومقتضب، وكأنه بيحاول يكسب وقت لحد ما الساعة تقرب من 5. ولما الساعة قربت جدا من 5 المغرب، سباجياري حس ان دي اللحظة المناسبة لاستخدام ورقته الأخيرة علشان يلخم القاضي ويوفر لنفسه الثواني الحاسمة. وطلع من جيبه مجموعة أوراق ووثائق، وفي روايات بتقول إن الورق اللي طلعه ده كان فعلا خرايط للمجاري والنفق اللي استخدموه في السرقة، وقدمها للقاضي وقال له دي أدلة جديدة ومهمة. وفي روايات تانية بتقول إنه كان مجرد ورق أي كلام مكتوب عليه شفرات ورموز غريبة سباجياري عملها مخصوص
علشان يلخم القاضي ويشغل تفكيره في محاولة فكها. والأكيد إن سباجياري قدم الأوراق دي للقاضي وما قدمهاش كلها مرة واحدة، وبدأ يقرب من مكتب القاضي ويتحرك حواليه بحجة إنه لازم يشرح له التفاصيل اللي في الورق ده. والقاضي بو عزيز بطبيعة الحال انهمك تماما في فحص الأوراق دي، ودي كانت اللحظة اللي سباجيار مستنيها وهو واقف جنب المكتب والقاضي باصص في الورق بحركة واحدة سريعة وخاطفة زي البرق. عمل اللي محدش كان متوقعه، وهو انه نط بجسمه كله فوق مكتب القاضي، ومن فوق المكتب جري خطوتين ووصل للشباك الطويل بتاع المكتب وفتحه بسرعة، ومن غير اي تردد او تفكير للحظة نط من الشباك المفتوح واللي كان في الدور الثالث في مبنى قصر العدل. وسباجيار وقتها نزل على سقف عربية ماركة رينو 6 كانت واقفة بالصدفة تحت الشباك ده، والعربية دي امتصت جزء كبير من صدمة الوقوع وانقذت حياة سباجياري. والمدهش انه بعد النطة دي وقف على رجليه في الشارع للحظة وعلى طول نط وركب ورا صاحبه اللي كان مستنيه زي ما اتفقوا على الموتوسيكل اللي كان داير ومستعد للانطلاق. وشريكه اللي كان سايق الموتوسيكل ده يبقى صديق قديم لسباجياري من الطبقة الارستقراطية واسمه ميشيل بروزو جريليه. والموتوسيكل انطلق بأقصى سرعة في شوارع نيس المزدحمة وقت المغربية، وقبل ما يختفوا تماما عن الأنظار سباجياري عمل حركة استعراضية أخيرة، وهي إنه لف وبص وراه على مبنى قصر العدل اللي لسه القاضي والحراس مصدومين جواه. المهم ان سباجياري وقتها بصلهم ورسم ابتسامة عريضة على وشه كنوع من انواع السخرية والتحدي، وفي ناس قالوا انه شاور بايده وعمل حركة الوداع وصرخ بصوت عالي بالفرنساوي وقال جملته الشهيرة التانية فيف لاكيل، ودي جملة عامية معناها تحيا الحرية او حاجة زي كده. المهم ان في نفس الوقت ده القاضي بو عزيز كان بيزعق جوه مكتبه بأعلى صوته وبيقول وقفوه امسكوه، والحراس وقتها طبعا طلعوا يجروا ونزلوا الشارع بسرعة وادوا انذار عام في المدينة كلها، وبدأت فورا مطاردة ضخمة للقبض على سباجياري وشريكه، وشارك فيها حوالي 1000 ضابط شرطة، وقفلوا مداخل ومخارج المدينة ونشروا الحواجز في كل مكان. لكن سباجياري كان عامل خطة عبقرية ومتكاملة للهروب، والموتوسيكل ما دخلش بيهم بعيد، لا ده وصل بسرعة لجراج تحت الأرض كان قريب من قصر العدل، وهناك كانت مستنياهم عربية تانية جاهزة تنقلهم بسرعة لمخبأ آمن كانوا مجهزينه قبل كده. وللزيادة في السخرية والتحدي بعد ما سباجياري هرب واستقر في مخبأه المؤقت عمل حاجة أغرب، وهي إنه بعت بالبريد شيك بمبلغ 5000 فرنك فرنسي لصاحب العربية الرينو اللي سقفها اتدمر بسبب إنه نط عليها كنوع من أنواع الاعتذار ليه على الضرر اللي سببه له. وفي نفس الوقت بيغيظ السلطات اللي معرفتش تمسكه وبيقول لهم أنا حر ومعايا فلوس كمان أصلح بيها العربية اللي بوظتها. وبعد هروبه المذهل المحكمة الفرنسية كملت إجراءات محاكمة سباجياري وباقي أفراد العصابة اللي اتقبض عليهم. وفي أكتوبر سنة 1979 صدر الحكم على سباجياري غيابيا بالسجن المؤبد، لكن فضل ألبرت سباجياري حر طليق. وفي تقارير ومصادر قالت إن سباجياري راح على أمريكا الجنوبية وتحديدا الأرجنتين، وفي كلام بيربط سباجياري بأجهزة مخابرات في أمريكا الجنوبية، وبيتقال إنه في فترة نشاطه في منظمة الجيش السري تم تجنيده من قبل الشرطة السرية التشيلية، واشتغل فترة ضمن مجموعة مرتزقة اسمها اللواء الكورسيكي وكان ليه اسم حركي وهو دانيال. وفي روايات بتقول ان سباجياري عمل اكتر من عملية تجميل علشان يغير ملامح وشه، لكن الغريب انه رغم كل المخاطر دي سباجياري ما قطعش علاقته تماما بحياته القديمة في فرنسا، وكان بيخاطر وبيرجع يزور فرنسا في السر من وقت للتاني. يعني كان بيتسلل عبر الحدود علشان يشوف والدته اللي كان متعلق بيها جدا او مراته اودي اللي فضلت وفية ليه
رغم كل اللي حصل. والغريب في قصة هروب سباجياري هي انه ما كانش مجرد هارب بيحاول يستخبى ويختفي عن الانظار وخلاص، لا ده كان بيعمل العكس تماما، وكأنه كان بيستمتع بالشهرة والضجة اللي حواليه، وكان بيتعمد يستفز السلطات الفرنسية ويغيظهم ويبين لهم انه حر ومبسوط ومحدش قادر يوصله. وكان بيعمل كده عن طريق الإعلام، يعني وهو هارب ومطلوب القبض عليه دوليا كان بيلاقي طرق سرية علشان يتواصل مع صحفيين من كبريات الصحف والمجلات العالمية ويعمل معاهم مقابلات صحفية سرية، والمقابلات دي كانت بتتنشر وبتعمل ضجة كبيرة. وسباجياري كان بيتكلم فيها عن السرقة وعن هروبه وعن حياته كهارب، وكان دايما بيتكلم بأسلوب ساخر ومتحدي. وأشهر وأجرأ ظهور إعلامي ليه كان سنة 1983. في الوقت ده كان في برنامج حواري ثقافي مشهور جدا في التلفزيون الفرنسي اسمه أباستروفيس، بيقدمه محاور مثقف ومشهور اسمه برنارد بيفو. المهم ان الناس كلها اتفاجئت لما لقت ألبرت سباجياري الهارب المطلوب رقم 1 في فرنسا ضيف في البرنامج ده. طبعا هو ما كانش موجود في الاستوديو في باريس، لكن المقابلة اتعملت معاه عن طريق الأقمار الصناعية من مكان سري. وقال وقتها انه في مدينة ميلانو في ايطاليا، وظهر سباجياري في المقابلة دي علشان يروج لكتاب جديد كان منزله عن يومياته كهارب اسمه يوميات فطر الكماءة. والمقابلة دي يا صديقي انتشرت بشكل كبير جدا وجابت نسبة مشاهدة تاريخية، والسلطات الفرنسية اعتبرتها إهانة واستفزاز مباشر ليهم. وغير المقابلات سباجياري كان بيحب يبعت صور لنفسه للصحافة بين الحين والآخر، وكأنه بيقول لهم أنا هو مبسوط. والصور دي ما كانتش عادية، لا ده ساعات كان بيبعت صور وهو لابس أزياء تنكرية. وأشهر صورة ليه كهارب كانت وهو لابس بابا نويل وظاهر بالدقن البيضة والطرطور الأحمر وبيبص للكاميرا بابتسامة عريضة ساخرة. وعلى الرغم من كل ده إلا إن حياة الهروب المستمرة والتوتر والقلق والتدخين بشراهة اللي كان معروف بيه سباجياري كل ده كان لازم يكون ليه تمن. وبالفعل سباجياري صحته بدأت تتدهور بشكل كبير جدا في أواخر الثمانينات، والأطباء اكتشفوا إنه مصاب بمرض خطير وهو سرطان في الحلق. والمرض انتشر بسرعة وحالته بقت صعبة جدا. وفي أيامه الأخيرة ومع اقتراب نهايته سباجياري كان عنده أمنية واحدة، وهو إنه يرجع يموت في بلده فرنسا، حتى لو كان ده معناه إنه ممكن يتقبض عليه وهو على فراش الموت. لكن أمنيته دي ما تحققتش وهو عايش، ومات ألبرت سباجياري يوم 8 يونيو سنة 1989 وهو لسه هربان ومطارد في مدينة صغيرة اسمها بيلونو في منطقة فينيتو بشمال إيطاليا، وكان عمره وقتها 56 سنة. وحتى في موته سباجياري فضل شخصية غامضة ومراوغة ومخالفة للقواعد، يعني بما إنه مات كهارب مطلوب للعدالة في بلد أجنبي كان المفروض إن جثته تخضع لإجراءات رسمية معقدة لنقلها لفرنسا، لكن المقربين منه كان ليهم رأي تاني. وجثمان سباجياري تم تهريبه سرا عن طريق الحدود الإيطالية الفرنسية. وعلى حسب أحد الروايات فصديقة سباجياري الإيطالية اللي كانت معاه وقت وفاته واللي اسمها إيميليا دي ساكو هي اللي عملت كده. وفي رواية تانية بتقول إن مراته أودي هي اللي عملت كده. بس الأكيد إن جثة سباجيار اتنقلت جوه عربية ودخلت فرنسا من غير أي أوراق رسمية، والأغرب من كده إنهم ما وصلوهوش لأي مستشفى أو مشرحة، لا ده راحوا بيه لمدينة هير في جنوب فرنسا وسابوا الجثمان قدام باب بيت والدة سباجياري في منتصف الليل، وبعدها اختفوا تماما. ووالدة سباجياري لما فتحت الباب تاني يوم الصبح لقت جثمان ابنها قدام البيت. ولو فاكر يا صديقي ان القصة خلصت لحد هنا، فحب اقولك ان اللي جاي مستحيل تتوقعه، فخليك مركز معايا. احنا دلوقتي سباجياري اللي المفروض ان هو العقل المدبر خلاص عرفنا مصيره، يا ترى بقى ايه هو مصير باقي افراد العصابة؟ في الحقيقة يا صديقي الباقي تم محاكمتهم
وصدرت الأحكام النهائية ضدهم في أكتوبر سنة 1979 في نفس الجلسة اللي سباجياري خد فيها حكم بالمؤبد غيابيا. ومن بين المتهمين الرئيسيين اللي اتحاكموا واللي هم آلان بورنات وفرانسيس بليرجين اللي جمعوا الفريق لسباجياري، وجيرار فيجيه ودانيال ميشوليتشي واللي كانوا من رجال مارسيليا المحترفين، والشخصية الغامضة بوجي. الخمسة دول خدوا أحكام تعتبر خفيفة نسبيا بالنسبة لحجم السرقة. يعني يا صديقي كل واحد فيهم خد 8 سنين سجن، وكان فيه 3 متهمين تانيين متورطين بدرجة أقل خدوا براءة لعدم كفاية الأدلة ضدهم. ومهم يا صديقي نعرف إن الفريق الأصلي كان بيتكون من حوالي 20 واحد أو أكتر، وده معناه إن في أكتر من 10 أفراد من العصابة الشرطة معرفتش توصل لهم ولا عرفوا هم مين. وده بيوصلنا للغز الأكبر والأكتر إثارة في قصة سرقة القرن كلها، وهو مصير الغنيمة الضخمة. يعني على الرغم من القبض على سباجياري لفترة محددة والقبض على عدد من أفراد العصابة، ورغم مرور 10 سنين على السرقة، الحقيقة المؤكدة والصادمة هي إنه لم يتم استرداد أي جزء يذكر من المسروقات على الإطلاق. والغموض ده زاد أكتر في سنة 2010 بعد مرور 34 سنة على عملية السرقة دي. في الوقت ده نزل في فرنسا كتاب عمل ضجة كبيرة جدا اسمه الحقيقة حول سرقة نيس، والكتاب ده ما كانش عليه اسم مؤلف حقيقي لكن كان مكتوب باسم مستعار وهو إيميجو، يعني صديق بالأسباني. مين بقى إيميجو ده وليه كتابه عمل ضجة؟ ده صديقي لأن المؤلف المجهول ده فجر قنبلة في الكتاب لما ادعى إن هو العقل المدبر الحقيقي لسرقة القرن مش ألبرت سباجياري، وقال إن سباجياري اللي اتحول كأسطورة هو مجرد واجهة أو كومبارس في العملية كلها، ودوره كان محدود وتم اختياره بس علشان شخصيته الجذابة وعلاقاته اللي ممكن تفيد، لكنه ما كانش المخطط الرئيسي، وانه حتى ما حفرش متر واحد في النفق. كمان إيميجو قال في كتابه ان سباجياري بالغ جدا في دوره بعد ما اتقبض عليه علشان الشهرة والأضواء، وانه كان محتاج يحس انه نجم. وإيميجو ادعى كمان ان هو اللي كتب الرسالة الشهيرة بلا أسلحة ولا كراهية ولا عنف، وقال انه ما كانش يقصد بيها اي معنى فلسفي عميق، وكل قصده من الجملة دي انه يميز فريقه المحترف عن البلطجية والمجرمين العاديين اللي بيستخدموا العنف. طبعا الادعاءات الخطيرة دي خلت المحققين والصحفيين يحاولوا يعرفوا مين هو المؤلف المجهول إيميجو ده، والموضوع ما خدش وقت طويل والتحقيقات قدرت تحدد هوية إيميجو وتكشف انه يبقى جاك كاسندري، واحد من الشخصيات المعروفة والمخضرمة في عالم الجريمة المنظمة ومافيا مدينة مارسيليا. وكاسندري كان ليه تاريخ إجرامي طويل وارتبط اسمه بشبكة تهريب الهيروين الشهيرة فرنش كونكيشن في السبعينات، وكان عنده سوابق وإدانات في قضايا تانية زي القوادة والابتزاز وغسيل الأموال. طبعا يا صديقي انت اكيد دلوقتي بتسأل وتقول طب لو كاسندري بيعترف على نفسه انه العقل المدبر لأكبر سرقة في تاريخ فرنسا الحديث، ليه ما يقبضوش عليه ويحكموه فورا؟ الإجابة يا صديقي في القانون الفرنسي. يعني يا صديقي جريمة السرقة نفسها حصلت سنة 1976 وعدى عليها أكتر من 30 سنة لما الكتاب ده نزل، وده معناه إنها سقطت بالتقادم وما بقاش ينفع يتحكم عليها قانونا. وكاسندري كان عارف النقطة دي كويس وهو بيكتب الكتاب، وكان فاكر نفسه محصن، لكن الكتاب اللي كان فاكر انه هيجيب له المجد فتح عليه باب جهنم. والمحاميين والقضاء الفرنسيين قالوا له ماشي مش هنقدر نحاكمك على السرقة نفسها، لكن هنحاكمك على حاجات تانية ملهاش علاقة بالتقادم، وهي جريمة غسيل الأموال اللي حصلت بعد السرقة. يعني ازاي اتصرفت في الفلوس الضخمة
الضخمة دي اللي سرقتها وحولتها لممتلكات واستثمارات شكلها قانوني على مدى السنين اللي فاتت، والسلطات قبضت على جاك كاسندري سنة 2010 وهو عنده حوالي 60 سنة، وبدأت تحقق معاه بتهمة غسيل الأموال. والبوليس لقى نسخة من مخطوطة الكتاب على الكمبيوتر الشخصي بتاع كاسندري، وفي شهادات بتقول إن أولاده نفسهم قالوا للمحققين إن أبوهم كان دايما بيتباهى قدامهم بإن هو اللي عمل سرقة نيس الكبيرة. والنيابة العامة في المحاكمة قالت إن كاسندري اتحول من شخص مفلس تقريبا ومطارد في منتصف السبعينات لصاحب إمبراطورية تجارية كبيرة في مارسيليا بتشمل مطاعم وعقارات وشركات، واشترى لمراته فرو طبيعي بمبالغ خيالية، وحتى استخدم سبائك ذهب كضمان في بعض معاملاته البنكية. وفي المحاكمة كاسندري وفريقه القانوني غيروا لهجتهم تماما، وكاسندري أنكر كل حاجة وقال إن الكتاب ده كله من نسيج الخيال وإنه ألفه علشان يكسب فلوس مش أكتر. والمحاكمة استمرت فترة طويلة وكانت معقدة جدا، وفي النهاية سنة 2018 صدر الحكم النهائي في قضية كاسندري. والمفاجأة كانت إن المحكمة برأت كاسندري من أخطر التهم الموجهة ليه، زي تهمة الانتماء لجريمة منظمة وتهمة غسيل أموال عائدات سرقة بنك نيس. وده لأن المدعي العام نفسه اعترف في المحكمة إنه رغم كل الأدلة الظرفية والشكوك القوية كان من المستحيل قانونا ربط الأصول والممتلكات اللي جمعها كاسندري على مدار 30 سنة بشكل قاطع ومباشر بالفرنكات الفرنسية اللي اتسرقت من البنك سنة 1976. وعملية تتبع الأموال وغسيلها على مدى فترة طويلة زي دي كانت معقدة جدا وصعب إثباتها بدليل قاطع قدام المحكمة. لكن كاسندري ما طلعش بريء تماما، والمحكمة أدانته في تهم تانية أقل خطورة لها علاقة بممارساته التجارية غير القانونية في شركاته زي النصب والاحتيال واستغلال النفوذ، واتحكم عليه بالسجن لمدة 30 شهر. وكاسندري قضى فترة العقوبة دي وبعدها بفترة قصيرة مات في يناير سنة 2022. العصابة اللي قدامك دي بقى صديقي نفذت واحدة من أكبر عمليات السرقة في تاريخ البرازيل، وقدروا يسرقوا أكتر من 164 مليون ريال بطريقة هزت البرازيل. لكن اللي حصل بعد كده غير متوقع تماما. يا ترى بقى صديقي مين هي العصابة دي وإيه اللي عملته بالظبط وإيه اللي حصل لهم في النهاية؟ الحلقة هتظهر لك هنا دلوقتي، ضروري تروح تتفرج عليها. وقبل ما تروح يا صديقي ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، لأن دي الطريقة الوحيدة اللي بتعرفني ان الفيديو عجبك وان انت عاوزنا نستمر. مش كده ولا يا صديقي؟ وبس كده.